دخلت النهاردة في السينما فيلم أحمد وأحمد، وهو أحدث أفلام السينما المصرية. وقصته عن أحمد اللي بيقرر يرجع مصر بعد سنين من الغربة، ولكن خاله اللي بيكون اسمه أحمد برضه بيتعرض لحادث فقدان ذاكرة علشان تكون بوابة نكتشف من خلالها أسرار كتير عنه. فيلم أحمد وأحمد هو عودتي أنا شخصيا إني أتفرج وأراجع أفلام مصرية من 3 شهور تقريبا، على الرغم إن كان في إصدارات مهمة خلال الفترة اللي فاتت، ولكن أنا قررت وشكلٍ ما مش هاتفرّج عليها، لإن ما حدش شجّعني خالص أشوفها من الآراء اللي طلعت، ولكن بسبب حُبّي لنوع الكوميديا، وكمان أنا باحب جدًا أحمد فهمي، وبيعجبني طبعًا جدًا أحمد السقا، وكنت أتمنى إنه يرجع تاني للفورمة. الفيلم ده كان مهم نوعًا ما بالنسبة لي. النُص الأول من فيلمنا حقيقي كان كويس جدًا، وسريع في تقديم الحبكة والكوميديا، وحقيقي كانت فعّالة في أوقات كتير. التناغم بين أحمد فهمي وأحمد السقا في أفضل درجاته، ولكن الأفضل فيهم أحمد السقا في طريقة تعبيرات وشه على المواقف اللي هو فيها. وطبعًا فهمي بكل تأكيد هو رَد فعل، وبيعمل رَد الفعل بشكل جيد جدًا، وفكّرني شوية بدوره في مسلسل ريح المدام. كمان معانا جيهان الشماشرجي اللي ما كانتش ليها أداء تمثيلي قوي، ولكن القبول وخفة الدم خاصة في النص التاني كان ليه تأثير. ولغاية مشهد أحمد عبد الوهاب اللي هو برضه كان جيد جدا، الفيلم بيخلص عندي لكده لأن النص التاني للأسف أقل من نصه الأولاني. دخلنا بقى مع شخصيات أنا مش مهتم بيها وكتابتها ضعيفة جدا، زي أحمد الرافعي، غادة عبد الرازق، ولا حتى على مستوى الأداء التمثيلي قدموا أي حاجة. ودول للأسف مش أفضل لحظات الكوميديا كمان. تسلسل النهاية مليان عشوائية وسرعة مش طبيعية. يعني بشكل عام يا جماعة النص التاني نمطي جدا. مش معنى كده ان النص الاول كان مليان اختلاف يعني، ولكن افكاره الكوميديه كانت شايله. لان انا يا جماعه فعلا انا ضحكت اكتر من 5 6 مرات في النص الاول، وضحك ضحك يعني. الاكشن كويس، وانا بقول كويس مش شرط انه صعب ومليان تحديات، بالعكس في قرارات اخراجيه مش افضل حاجه، ومليان تقطيع واوقات بيضيف سلو موشن، وانا دي اكتر حاجه انا بكرهها في المونتاج عامه. بشكل عام فيلم احمد واحمد هو كل حاجه في الافلام المصريه اللي من النوع ده، لكن للاسف بعد نص اول حقيقي كان متميز. الفيلم بالنسبه لي وقع في فخ التكرار والنمطيه بشكل كبير في نصه التاني. تقييمي النهائي 6/10.